بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم سهام عمر من قناة شوكة وسكينة. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى بسبوسة لأحلى بنات في الدنيا. شوفي قد إيه دايبة، قد إيه جميلة، قد إيه مفرولة، خطيرة خطيرة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير. معانا نص دقيق سميد، بتجيبيه سادة من عند العطار، عايزة تجيبيه معاه جوز هند مفيش مشكلة، اللي يعجبك. ومعانا نص كوباية زبدة، ممكن تعملي سمنة لكن أنا بفضل الزبدة بتخليها جميلة. معانا دلوقتي معلقتين دقيق، علبة زبادي، وعلبة قشطة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وكاسة لبن صغيرة، كاسة حليب. ما عندناش قشطة ممكن نحط علبتين زبادي مفيش مشكلة. دلوقتي هنحط كل المكونات الجافة على بعض، الدقيق السميد والدقيق الأبيض، ومعاها نص معلقة البيكنج باودر، وندخلهم نخلطهم كويس قوي مع بعض، بحيث ان كل المكونات تكون داخلة في بعضها. بعد كده نركنهم على جنب، نحط الزبادي مع القشطة مع الزبدة، وبرضو نخلطهم كويس قوي قوي مع بعض، بحيث يدينا مزيج متجانس من المكونات السائلة. ندخلهم كويس قوي مع بعض كده زي ما احنا شايفين، واللبن هو اخر حاجة بنستعملها. بعد ما بندخلهم كده تمام ونعمل لهم تجانس، زي ما انت شايفة كله بالسباتولا، ولا مضرب ولا عجان ولا اي حاجة، كله بالسباتولا، وممكن بايدينا كمان مفيش اي مشكلة. بعد كده هنجيب المكونات الجافة هنحطها عليها، ونبدأ برضو هنعجنه بقى المرة دي كويس قوي. هنا بقى هنلاقي العجينة بدأت تبقى مفرولة شوية، ما نقلقش ما نخافش، هي كده كده دي عجينة البسبوسة. عشان كده بقى يجي مكان اللبن، دور اللبن بقى دلوقتي زي ما انت شايفة. بحاول ادخل المكونات كلها في بعض، ولسه برضو بتديني مفرولة، ما نخافش ما تقلقوش. هنحط اللبن، بس اللبن هنحطه تدريجي، هنحط نص الكمية اللي معانا ونشوف، جايز نحتاجها جايز ما نحتاجهاش، ودي برضو بتختلف من دقيق لدقيق. الدقيق الابيض هتقولي لي حطيناه ليه؟ حطيناه عشان البسبوسة اما نيجي نطلع الخرطة تبقى متماسكة، ودول معلقتين ما بيغيروش في الطعم ولا بيأثروا على الطعم. دلوقتي حطينا نص كمية اللبن اللي كانت متبقية، يعني في النهاية احتاجنا كاسة صغيرة خالص من اللبن. بدأ العجين كده تبقى كلها متداخلة ومتجانسة، وهي دي العجينة المثالية للبسبوسة، شكل البسبوسة. معانا دلوقتي صينية مقاس 28، دهنينها دهنة بسيطة من السمنة، وبعدين نبدأ نفرد المكونات فيها، نبدأ نفرد البسبوسة. خطيرة وحلوة بالسباتيولا كده زي ما انت شايفة. ممكن ندهن الصينية برضو طحينة، بتدي طعم خطير للبسبوسة، ممكن لو حابين نبقى نجربها بعد كده مع بعض. في بقى هنا تركة حلوة قوي يا بنات لازم نعملها، طبعا لازم ننظف الصينية. شايفة الهزة اللي احنا بنعملها دي والتخبيط على الرخامة كده، دي بتطلع كل الهواء اللي موجود في الصينية وبتخليها مظبوطة. وده بقى شكل الصينية بعد ما خلصناها، فظيعة طرية دايبة جميلة. وانا حطيت لها شوية مكسرات، المكسرات اللي عندك سوداني، عندك لوز، اللي يعجبك حطيه. نكون مجهزين الشربات، اول ما نحط الصينية في الفرن بتتحط على 180، ما بتاخدش 17 دقيقة ل 15 دقيقة. اول ما طلعت كان الشربات جاهز، والشربات البسبوسة بيبقى سائل خالص زي المي، كأنه مية بسكر. حطيناه على البسبوسة، وبعدين بنغطيها قد ايه، نص ساعة، لحد ما تتشرب كل الشربات، عشان تطلع جميلة وطرية ودايبة ومسكرة زي الفل. شايفة قد ايه جميلة جميلة. تسلم ايديكم، مش محتاجة اي مكونات من بره، وغير هو دي السميد والباقي كله موجود في البيت. قومي يلا اعمليها، ودلعي ولادك ودلعي البيت، واعملي لهم احلى صينية بسبوسة من ايدك، خطيرة. وما تنسيش اللايك بتاعك الجميل. دلوقتي انا جبتلك الاضاءة، غمقتلك الاضاءة عشان تشوفي لون البسبوسة الطبيعي، خطيرة. بتبقى يدوب الاحراف كده،
وفي النص ذهبي فاتح، وشايفة دايبة دوب، خطيرة، تستاهل اللايك وتستاهل تتعمل وتستاهل نجربها. وألف هنا ألف هنا على قلوبكم. جميلة يا بنات، خطيرة، ومع المكسرات بتبقى أجمل كمان. عايزة تعمليها سادة أو بمكسرات اللي يعجبك. وألف هنا على قلبكم جميعا.